بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية في هذه الليلة، كأس الكونفدرالية الإفريقية للعام 2024-2025 إلى حامل اللقب الزمالك المصري وستالين بوش الجنوب إفريقي هنا في ملعب استاد القاهرة الدولي أمام حضور جماهيري زملكاوي يأتي من أجل نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة 17، نبيل بورسعيدي. هجمة خطيرة وبداية عن طريق اللاعب تيتوس بسدين الظهير الايسر في الجانب انيانيا، ترجع حارس المرمى ستيفنز ناصر ماهر انطلاقه تكون اول اهداف المباراه، لكن ناصر ماهر تاتي هنا من اجل الدعم دائما وابدا. مره ثانيه سيف العرضيه الراسيه، لكن هنا محمد الداعم الرئيسي واحد الاسباب الدائمه محمد شحاته لمحمد شحاته لكره القدم المصريه، وفرصه ضائعه امامنا هنا دون رقابه خطيره، فرصه ديونج ادي امامنا هنا زيوح ودونج على واحد والضغط الدفاعي، ولكن هي دي دايما معتادين عليها. يلعب على طول مونيساني وراسيه من الناس اللي دارسين علم الاجتماع، وهو محمد شحاته ممكن يسدد شحاته لكن مساحه الفتوح مره ثانيه، عبد الله لفتوح عرضيه، الهدف الاول يركز فيها سيف الجزيري مره ثانيه. بدات الامور الكعب بين عبد الله الحقيقه في اللقطه اللي فاتت ادي التماس طويله وسيف الجزيري عبد الله يا عيني عبد الله، لكن هنا بقى بتاخر الامور اللي بتحدث في الفترات الاخيره. واتكلم عن الحقيقه امامنا كابتن وقائد الزمالك عمر يعمل عرضيه، البحث عن الحارس سايج ستيفن تهتز امامنا. كره خطيره المره دي كده بالجانب اللي بيعمل عرضيه 10 لاعبين في الثلث الاخير الكرات العرضيه، حتى فتوح يلف العرضيه خطيره، سيف هي اللي تطلع امامنا اهو الدقيقه 30. فرصه كبيره بس في هذه الكرات. عبد الله يلعب كره، عبد الله الونش يرجع على طول، محمد في واحده من الكرات هيروح شلبي تدخل فاول كوميدو، لكن المره دي الونش والموسم الماضي 5 ترتيب هذا الموسم. خطيره كره طول ناصر ماهر، تسديده من اللاعب بسدين سكا، طلع تيتوس ودخل مكان فتوح العرضيه، لم تجد المتابع وراسيه سيف الجزيري من المهارات. يا ولد يا عبد الله لسيف يعني كانت الى جوار القائم والكره الى سيف ياخد ركنيه. عايز الكرات العاليه، عايز صناعه الكرات العاليه اللي يعني نتكلم على بعض الامور. تسديده في منتصف المرمى، فتوح مره ثانيه عرضيه خطر الكوره، لكن في ضغط ادي الكره العرضيه، ولكن اول يلعب ركنيه عبد الله، لكن سهله. اول مره نشوف دي كان ليها تاثيرها الحقيقه، يعني اكيد ليها تاثيرها على اللاعب. بالعرض بتسوكا عمل كره في اتجاه باسلين وامامنا على القلعه البيضاء. محمود جهاد هيتكتر في يمين، رمي التماس طويله، كرات العاليه الخطيره، ابعاد يطلع هيدخل في اللقاء واللي ظهر كبديل في المر، ويدخل محمود جهاد لاعب اللي هور من جانب اللاعب موريساني في اللقطه اللي فاتت عن السرعه والفرص، لكن فرصه سيف كانت الاخطر. كره على حاول فتوح يلف الكره العرضيه، لكن فين ولكن حتى الان اهو شوف توتال شوتس تسديدات اندري ديونج، سلامات بنتائج امامنا، وعدى خطير كيبا، ولكن سهل يا سيف، ولكن على طول سهله سيف لا يطلع سيف الجزيري بس لعبة الزمالك كده في تبديلين كمان، بيعمل تبديلات بالجونج. طلع ديونج، بص تبديل لاعب وسط ادي بارز يدخل مكان، بص الكره العاليه، لكن على طول ناصر منسي محدش قابل. خطيره الكوره حسام عبد المجيد، هذه الجبهه فتوح يلعب كره عاليه، فتوح سهله لكن تعود مره ثانيه فتوح يعلق كره عاليه، لكن الدفاع يتعامل امامنا هنا. وادي عبد الله السعيد واحده من الكرات راسيه، لكن سهل المجيد والونش وناصر منسي، كل هذه الحلول خطيره، استلام خطره جدا، ويسجل امامنا اللاعب اللي بيسجل يسجل اندولي هدف التقدم في الدقيقه 79. اندولي في الدقيقه 79. شوف كرة القدم تكافئ من يلعب، والزمالك الشوط الثاني يعني تحس ان يعني بيسيرو، تحس مهنج راجل فاصل تماما، وبيسجل امامنا هنا اندولي الهدف في هذه المباراه. ونشوف امامنا هنا هل فيها فار؟ ادي امامنا الاعاده ليس هناك طبعا، ما فيهاش اي حاجه خالص. الكره العرضيه، بص الكره وصلت للرقم 36 اهو اللي دون رقابه. شوف بقول لحضراتكم طبعا قصور في اداء الواجبات، سواء وسط ملعب او تظهر في الوقت الصعب. ادي الكره العاليه
مش ممكن. فرصة كبيرة اللي فاتت دي امامنا. دونجا هو دخل في الشباك ويضيع التعادل. عبد الله السعيد يعمل الحلول في محمود ابو رجيله، احمد رفعت، النجوم الكبار، وصولا بقى لجيل السبعينات المعلم حسن شحاته وفاروق جعفر وطه بصري وسامي منصور. من القرارات والاعلان عن الازمات، وهنا محاوله مرض الامل ولن نفقد الامل. مره ثانيه راسيه امامنا هنا من الونش، طول ملعوبه كره، تحرك جديد ومرور وسقوط.